سلام، مكملين مع سابي من البدايه للاحتراف، والنهارده هناخد موضوع يخص unusual offsets. يلا بينا مع بعض. اول حاجه النهارده هنتعرف عليها هي الايانا او الاولسون تايم زون، والايانا دي مختصر بيرمز للانترنت assigned numbers authority اللي هي الجلوبال اورجانيزيشن المسؤوله عن انها تراجع وتعمل الليست بتاعه التايم زونز متعرف عليها في الكمبيوترز وفي الكالندرز زي الجوجل كالندر وخلافه، وفي السكادجولينج سيستم وورلد وايد زي اللي بتستخدم في المطارات وفي الاوتيلات. طب ايه هو الاولسون تايم زون؟ الاولسون تايم زون ده ترم اتسمى على اسم اللي اخترعه اللي هو مستر ارثر ديفيد اولسون، وده بيرمز للايانا تايم زون داتابيس. والايانا او الاولسون تايم زون داتابيس هما الاثنين حاجه واحده، يعني اللي هو الستاندرد الواضح الان امبيجيوس ما فيهوش خلاف او في حاجه مبهمه اللي مستخدم في تعريف التايم زونز، اللي هو عباره عن ايه؟ الكونتيننت او الريجن والسيتي اسم المدينه. مثال عليها الامريكا، نيويورك، يوروب، لندن، افريكا، كايرو، استراليا، سيدني. دي الاولسون او الايانا تايم زونز. زي ما احنا شايفين احنا لما بنتكلم بالطريقه دي المسمى بتاع تايم زون ان امبيجيوس واضح، ما هوش زي لما نقول اي اس تي او سي اس تي، مش كده يعني، واضح جدا اي حد ممكن يفهم. الدي اس تي اوير ان احنا طبعا لو خدنا اي مدينه دي هناخد معاها التاريخ، هنعرف اذا كان في دي اس تي ابلايد ولا لا، سواء كان في الماضي ووقف او ما كانش موجود دوله قررت تطبقه. وحاجه ثانيه كمان، ده التعريف اللي مستخدم في كل السيستمز اللي احنا بنتعامل معاها، سواء كانت سيستمز ليها علاقه بالتشغيل بتاعه الكمبيوترز لينكس، ويندوز، ماكنتوش، وات ايفر، او اندرويد، وكمان للسيستمز الخاصه بالتشغيل الشركات الاوف شور، المطارات، الاوتيلز. فناخد لحد دلوقتي كده المعلومه بتقول ان احنا لما نستخدم اولسون تايم زون نيم او الاولسون داتابيس او الاولسون فورمات احنا بنتكلم على حاجه واحده اللي هي الايانا تايم زون سيستم. طب لسه مش فاهمين، عشان نفهم لازم الاول نشوف ايه هو الامبيجيوس تايم زون ابريفيشن. دي اختصارات زي الاي اس تي، سي اس تي، اي اس تي، اي اي تي. دي ممكن تكون كونفيوجنج وممكن تكون دوبليكيتد كمان. فمثلا لو خدنا الاي اس تي دي ممكن تكون معناها انديا ستاندرد تايم، وممكن تكون الايرش ستاندرد تايم، وممكن تكون دوله ثانيه مش هذكرها. والاي اس تي ممكن تكون اتلانتيك ستاندرد تايم، وممكن تكون ارابيا ستاندرد تايم. فاحنا ما نقدرش نحدد بالظبط. فلما حد مثلا يديك ميعاد يقول لك الميتنج هيكون الساعه 7 بي ام اي اس تي، اللي هو اهني اي اس تي احنا مش عارفين. لكن لما حد يقول لك الميتنج الساعه يوم 18/3/2025 الساعه 7 بي ام ايجا كولكاتا، احنا كده فهمنا ان احنا بنتكلم على الستاندرد تايم بتاع ايجا كولكاتا اللي هي في الهند. فده 100% ما حدش هيختلف عليه، ما حدش هيتلخبط لانه واضح. وده السبب اللي بيخلي سافي تايم يستخدمه، لان الايانا نيمينج ده بياخد في اعتباره الدي اس تي، بياخد في اعتباره unusual offsets الحاجات اللي بيبقى فيها مثلا ساعه وربع ساعه ونص ساعه، وكمان بياخد في اعتباره الوضوح. طيب ايه القاعده اللي احنا هناخدها من المكان ده؟ لما نيجي ناخد وقت من حد او ندي وقت للحد لازم يكون الوقت ده بالطريقه التاليه: ديت تاريخ، لوكال تايم بتاع المكان اللي انا فيه او اللي بيديني ميعاد اللي هو فيه، والايانا زون نيم اللي هي الكونتيننت والسيتي. فاقدر اقول مثلا ان انا لو حدي ميعاد لحد بقول في يوم 18/3/2025 الساعه 10:05 بتوقيت ايشيا طوكيو، ده فورمه الميعاد المظبوط سواء كان لميتنج او لترافلنج. ودايما نتاكد ان احنا بناخد اي مواعيد بنفس الطريقه دي محدده وواضحه. الحلقه الجايه هناخد مثال على الانيوجوال اوفسيتس وهنشوف هنحله ازاي، وهسيب لكم في اخر الحلقه تمرين. لكن النهارده حلقتنا قصيره واشوفكم في الحلقه الجايه.